المهاجم ولا المدافع أكثر عرضة للإصابة بالرباط الصليبي الأمامي؟ وأنا هنا مش بتكلم عن المهاجم والمدافع بس، أنا بتكلم عن كل الوظائف اللي شبههم في نمط حياتنا اليومية. واحد شال حاجة تقيلة فوق طاقته، واحد نازل من على السلم رجله لفت منه في وضع الإصابة، واحد ماشي عادي خالص ورجله لفت منه في وضع الإصابة، واحد بيلف بسرعة يشيل حاجة من الأرض دخلت رجله في وضع الإصابة من غير ما يشعر. خلينا بقى نفتكر مع بعض كده بسرعة إن إصابة الرباط الصليبي بتحصل بسبب تأخر المخ في استخراج رد الفعل المطلوب منه في اقل من جزء من الثانيه. تعالوا بقى نعمل اسقاط للكلام ده على المهاجم وعلى المدافع. المهاجم بتجيله الكوره بيشوف اصحابه فين وبيشوف المدافعين، بيدي معطيات واوامر للمخ، المخ بيترجمها على هيئه حركه وبيشكل المناوره هو عايز يوصل لحد فين وبيبقى جاهز، يعني كده هو جهاز التحكم. اما المدافع فهو مطلوب منه يبقى رد فعل ويطارد طول الوقت جهاز التحكم ده ويدافع عن ملعبه. فلك ان تتخيل ان المهاجم لو عمل اكتر من مناوره في المره الواحده هيبقى مطلوب من المدافع سرعه رد فعل وتغيير اتجاه مفاجئ لاكتر من مره في اتجاهات عكسيه وهو مش عارف هو رايح فين اصلا. وكمان هيبقى مطلوب منه انه يحافظ على نفسه في وضع التحكم تحت الضغط الغير مسبق. هنا التحميل عالي جدا على المدافع، فلو المدافع مش جاهز بدنيا وذهنيا ودخلت رجله في وضع الاصابه مباشره هتحصل له الاصابه. ده يخلينا ناكد معلومتين مهمين جدا في موضوع اصابه الرباط الصليبي. اول معلومه ان اصابه الرباط الصليبي دي مش ضعف عضلات على قد ما هي مشكله في التوازن والتحكم في الجهاز العصبي العضلي الحركي. وكمان المعلومه الثانيه ان دور العلاج الطبيعي يا جماعه مش تدريب قوه ونشوف العضلات والكلام التقليدي ده، احنا بنعمل تقييم شامل لكل حاجه حتى نمط حياتك اليوميه، نشوفك انت واقف فين ومحتاج ايه عشان تطلع من المشكله دي، وكمان عايز توصل لايه كطموح للمستقبل ان شاء الله. وطبعا بيختلف باختلاف الاشخاص، شخص عادي مش بيمارس رياضه غير شخص عادي بس اعماله اعمال شاقه غير الرياضيين، والرياضيين نفسهم بيختلفوا، لاعب الكره غير السله غير السباحه غير العاب القوى. اذا كان المدافع في الملعب تحميله غير تحميل المهاجم، يعني البرنامج العلاجي بالنسبه لي للمدافع بيختلف عن البرنامج العلاجي للمهاجم. فاحنا بنشوفك انت محتاج ايه وبندربك انك تبقى جاهز ومتحكم وعندك سرعه رد فعل مكافاه للمطلوب منك ومتوافقه مع مستواك الذهني والعضلي والبدني علشان ما تدخلش في الإصابة. وده يودينا لنقطة مهمة، إن الناس بتفترض إن مجرد ما حصلت إصابة الرباط الصليبي هو كده انتهى ومسيرته انتهت أو حياته هتتوقف، والإجابة إن دايما مش الافتراض ده صح، وده اللي احنا هنعرفه مع بعض إن شاء الله خلال الفيديو اللي جاي.